بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وطيبين يا رب. اللهم آمين. عاملين في فيديو جديد على القناة، إن شاء الله بإذن الله ينال إعجابكم. واهلا بكل الناس المشتركه معنا جديد واللي انت معنا جديد وداخله معنا على القناه جديد. نورتونا وشرفتونا ان شاء الله باذن الله، كده القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله باذن الله. ده يا جماعه فيديو جديد، فيديو عن البط. وهنتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله ازاي لما البطه تبيض عنديكي ازاي توفري لها مكان وتخليها ترقد، عشان ترقد عندك. عشان الناس اللي هتتكلم تقول البطه بيض ومش هيرقد عندنا، او البح ده احنا بح هنا يا جماعه. تمام، احنا اتفقنا ووريناكم الفيديو اللي فات ان البحة الاولانية خالص اللي باضت وخلصت رقدت على البيض، ودي البيضة اللي قلنا انها بدأت تبيض فكنت نجيبها هنا ونوديها في النهار عند الذكر، فهي خلاص ابتدت ترقد اغلبية النهار دلوقتي، في 10 دقايق جبنا الذكر هنا، ودي باذن الله ايه بدأت برضو تبيض معانا. هذا يا جماعة البيض بتاع البحة البيضة او البطة البيضة. تمام، خلاص هي ابتدت هتعمل ريش، ان شاء الله باذن الله كده هنوريكم ايه تعملوا للبطه عشان ترقد. والتانية السودة بيضت معانا حوالي 5 بيضات او 4 بيضات، هنشوفوهم دلوقتي مع بعض. هذا يا جماعه بيض البحه السوداء، بيضة 5 بيضات لحد الان. اللهم بارك، ربنا بارك لنا ان شاء الله فيه. هذا يا جماعه زي ما شفنا البيض بتاعها عندي بيضت 5 بيضات السوداء، اللهم بارك ربنا بارك لنا فيه. ودي البيضه خلاص عشان كملت اكتر من 6 بيضات فبدأت ايه ترقد في النهار، اغلبيه النهار يعني بدأت ترقد فيه، ممكن تاخد لحد الظهر حتاكل دلوقتي وتدخل ترقد تاني. تمام يا جماعة، الناس اللي هتقول البطة بيض عندنا ومش هيرقد، الفيديو ده ليهم ان شاء الله بإذن الله كده ايه تستفاد منه ولو بمعلومة بإذن الله كده، بإذن الله ربنا ايه يكرمنا وإياكم. اشتركوا يا جماعة في القناة وفعلوا لنا الجرس، وان شاء الله بإذن الله كده لايكاتكم كده القناة ترفع بيكم، وان شاء الله ايه تنال إعجابكم يا رب، اللهم آمين. تمام، زي ما قلنا الفيديو يا جماعة ازاي تعرف ان البحة تبيض او قربت تبيض او البطة عموما. بصوا يا جماعة البيضة، بصوا المية، بصوا المية ازاي بهدلتها بشوية التراب اللي في الارض ده، هو البح على كده عموما او البط عموما، قلنا من علاماتها ان ادعك المية بتاعتها ابهدلها بسهولة يعني. تمام، اول حاجة يا جماعة الناس لما البطة عندك تبيض واتوصل مثلا 5 بيضات او 6 بيضات او 7 بيضات، هتلقاها تنتف ريش من جسمها، الريش الناعم خالص ده عشان ايه تدفي بيه البيضة. ده لما تكون البطة طبيعي خلاص كده، هي سبحان الله سبحان الخالق، هو ربنا ايه الفطرة بتاعتها مخليها عارفة الحاجات دي كلها، فهي تنتف الريش الناعم بتاعها خالص ده وتعبي المكان بيه. تاني عن ذلك هتطلع صوت، مش هتطلع صوتها العادي الطبيعي، لا هتطلع صوت كده، نبقى ان شاء الله باذن الله لو عملت الصوت البحة اللي راكدة هنوري لكم هنسمع لكم. تمام، كأنها صوصو كده يعني صوت كأنها، لا مش هترضى خالص انها حد قرب منها حتى الذكر، عكس ما كانت ايه قبل ما تبيض. تمام يا جماعة، ده ايه التغيير اللي في الصوت بتاعها ونتف الريش، ده من علامات انها خلاص هي سبحان الله كلينيكيا كده خلاص، يعني الفطرة بتاعتها ورتها انها خلاص هترقد على البيض بتاعها. طب ازاي بقى نوفروا المكان الامن عشان ترقد وما نتعبوش ونقول البطة قامت من على البيض وما قامتش من على البيض؟ تمام، خليكم معانا واحدة واحدة. اول حاجة يا جماعة احنا زي ما اتفقنا هنا كان في البط الصغير في الأوضة دي، لو تفتكروا ان احنا نظفناها الروتين اللي فات مع بعضنا، كان في البح الصغير وكانت ده تبيض البيضة دي. تمام، البحة اللي هناك رقدت وانا عرفت خلاص ان هي خلصت بيض ورقدت، فهي محتاجة انها ترقد. ممكن ينفع ان احنا نرقدوا بحتين في نفس المكان في نفس الأوضة ماشي، بس انا المكان اللي عندي هناك واحد بس، مجرد ما رقدت حشت الذكر نهائي من هناك من عندها. ما ينفعش يا جماعة تسيبوا الذكر مع البح اللي راقد او مع البط اللي راقد عشان ترقد وتبقى كويسة، لان الذكر هعوز يكسر على البحة او البطة، فهو ممكن يكسر لها البيض، يعني يدخل وراها على البيض جو يكسر لها البيض. تمام، فانا دي مجرد ما رقدت دكيت انا جبت الذكر هنا، والبحة التانية دي التالتة دي باضت، فانا جبتها معاهم هنا وكده وخلاص قفلنا باب الأوضة دي على ايه على دينا مع بعض. دي هترقد في مكان ان شاء الله، دي هترقد في المكان بتاعها وبإذن الله ربنا بارك لنا فيه. تمام يا جماعة، أي طيور كبيرة أو صغيرة ما ينفعش تخلوها في المكان اللي البحر يرقد فيه، أو البط أو أي حاجة عايزة ترقد وفروا لها مكان آمن وهادي كده عشان إيه
تعرف ترقد، لان الاكل بتاعها تقوم عايزة الاكل تحت منيها والمية تحت منيها. تمام. فخلوا بالكم من الحتة دي، لازم توفروا مكان آمن بدون وجود أي طيور، أي نوع طيور. الناس اللي عندها وز يا جماعة وترقد بح، الوز من الحاجات المزعجة جدا، احنا مش كتير نربوه هنا، مزعج. فيا ريت اللي أرقد بطاية أو بحاية بلاش الوز، وجود الوز جنب منيها. والروم يا جماعة، والناس اللي عندها الفراخ البيض البيض او الفروج، هنا زي ما احنا اتفقنا نقوله، الفروج من الحاجات اللي هتبوظ البيض بسرعة وهتكسره، مش هتخلي الحاجة ترقد على البيض، فما ينفعش برضو وجودها جنب الفراخ. تمام. ما ينفعش يا جماعة الناس اللي هتقعد تقول لي البحة باضت او البطاية باضت، وباضت 3 4 بيضات ولا 5 بيضات وانا اخد بيضها نغير المكان بتاعها. من اكتر الحاجات اللي مش هتحب انها يتغير لها المكان البح او البط. تمام. احنا المكان يعني نعرفوها من قبل ما تبيض زي ما اتفقنا من الفيديو اللي فات، وان نحطوها في المكان اللي احنا عايزينها تبيض فيه، لان خلاص ادم باضت هي تحب المكان بتاعها ده. يعني سبحان الله يبقى عندها مكانين تختار منها، هي تختار مكان. فبلاش الناس اللي هتغير الاماكن بتاعت البيض، يعني او وجودها في مكان برضو في طيور تبيض بيضة هنا النهاردة وبيضة شوية هنا وبيضة هنا. فايه بلاش يا جماعة، يعني ايه خلوا الحاجة بتاعتكم مهتموا بيها. انتوا عايزين منيها سلالة او عايزين منها تنتج، تبقى في انتاج من تحت منيها، فاهتموا بيها وحطوها في مكان امن ويكونوا كويس. تمام يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله باذن الله الفيديو نال اعجابكم يا جماعة، وتشتركوا في القناة كده باذن الله. والتعليقات، الناس اللي بعتت لنا التعليقات على الفيديو اللي فات، هنا والله نورتونا وشرفتونا. ان شاء الله ايه باذن الله كده نكون عند حسن ظنكم باذن الله. زي ما اتفقنا يا جماعة، ما ينفعش يكون اكتر من ذكر مع البطاية، يعني ممكن ما يكونش اصلا فيها كسرة بعد ده كله، هو ذكر واحد على 3 نوتي او على انتيتين، هو اقصاه 3 يعني، عشان يبقى انت مضمونة ان في عندك تخصيب في البيض. فيعني هو الحمد لله، يعني البيضة البحة الاولانية باضت الاول وبعدين دينا مع بعضهن اهم. اللهم بارك، يعني كويس انتيتين عليه كويسات خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا والذكر زي ما اتفقنا اهم حاجة انه يتشال من مكان البح راقد فيه بعد ما بيضة. شوفي له بقى اي مكان مع البح الكبير مع الفراخ مع اي حاجة، المهم تشيليه منيه النهائي، ما ينفعش يقعد معاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الناس يا جماعة اللي عندها بح راقد او بط وتقول لك انا نقعد كل يوم نروح نبص عليه، وفي ناس في اليوم تروح تبص على البيض بتاعها تحت مني مرة واثنين وثلاثة، ده اكبر غلط. تمام يا جماعة. بلاش ان انت تقوم البحة من على البيض عشان تشوف البيض اللي تحت منيها، هي ام مهتمة بيه. سبحان الخالق، يعني الغابات او الحاجات اللي قاعدة بعيدة دي هترقد عليه من غير ما حد يشوفها ولا من غير ما حد يتابعها، وربنا يكرم يعني. فانت دي فطرة، هي عارفة نفسها ترقد، وعارفة نفسها باضت ورقدت، وعارفة نفسها لما تاكل، وعارفة نفسها تدفئ او كل حاجة. فبلاش كل ما هني تروح تقعد تبص، ده يزعجها، وممكن اخليها برضو من الاسباب انها تخليها تقوم من على البيض او ما ترقدش على البيض وتكمل شرقادها. وتاني عن ذلك البيض لما يكون فيه تخصيب يبتدي الشعيرات بتاعته اللي من جوا الدموية تكون بسيطة خالص، فانت ممكن مع القل والحط بتاعت البحة والبطة اللي راقدة دي، وان انت تحرك البيض، ممكن الجنين اللي فيها اللي يبتدي يتكون ده طبعا يموت، فانت هتهدر من الانتاج اللي انت محتاجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعة، اذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يكرمنا وإياكم، اللهم آمين يا رب. تمام يا جماعة. الناس اللي هتقول لي البيض إن شاء الله بإذن الله إحنا هنعده 10 أيام للبحة الأولانية الراقدة، وهنعملوا لها فحص للبيض بعد 10 أيام. والله يا جماعة إحنا مش يعني مش قوة إن إحنا نفحص البيض، بس إحنا لما نكون عندنا زي ما اتفقنا ديوك كبيرة وعايزين نرقدوا بيض، فإحنا هنبتدي نفحصه عشان ما نهدروش في الكمية اللي تحتيها، ونبتدي نحطوا لها بيض في فروخ. انا اسفه، بيض فراج بيض فراخ يا جماعه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا جماعه، شايفين الميه؟ شايفين الميه كي قالت البيضه دي، البحر البيضه دي عامله العمل مبهدله الميه بهدي. تمام يا جماعه. اعملوا لهن مكان امن، والذكورة يا جماعه في المكان كترتها مش كويسه، مش شطاره ان الواحد يبقى عنده 3 4 ذكور في نفس المكان عشان يقول لي ناخد انتاجه كويس. لا يا جماعة، هو ذكر يكون ضامنة انت كويس، ويكون فيه تخصيب، وكونت اكله كويس وهتهتم باكله، وده باذن الله ان شاء الله اللي هطلع لك رقاد من تحت منه. وهذا يا جماعة البحة البيضة زي ما اتفقنا انها حبيت نوريكم انها دخلت على البيض بتاعها ترقد، لانها خلاص ابتدت تعمل ريش، تنتف ريش من الريش الناعم اللي اتفقنا عليه. تمام.
دي البحة البيضة لانها كملت ايه ولله الحمد 7 بيضات. ربنا يبارك لنا فيها ان شاء الله باذن الله. كده اجمل بحة يا جماعة عندي اطلع بيض فراخ او بيض فروج من تحت مني. التانيات مش قوي، لكن هي بصراحة من أجمل البح اللي طلع عندي بيض فروج وبيض فراخ. بسم الله ما شاء الله طلع بنسبة عالية، يعني هترعيلها وهتحضنا كويس خالص. اللهم بارك، ربنا بارك لنا إن شاء الله فيها. تمام، دي خلاص كده هتكمل بيضة على هذا الأساس، يعني هي بيضة مثلا 7 لحد الآن، ممكن تكملهم 10 وممكن ما تكملهمش. تمام، احنا مع الذكر عبال ما اخلص ايه تخلص التانية برضو، لأن التانية 5 ممكن تبيض لها 5 تاني أو 6 يعني على حسب. فربنا بارك لنا إن شاء الله ايه فيه. تمام، هي السوداء التانية. اللهم بارك. خلاص الاكل بتاعهن هيقعد تحت منيهن يا جماعه، والميه بتاعتهن تحت منيهن. اللهم صل على سيدنا محمد. والتانية ايه خلاص هتقعد راقده كده مع نفسها، ويقعد الاكل تحت منيها والميه تحت منيها، ووقت ما تحب تطلع تاكل هتاكل، مفيش حاجه هتزعجها ولا في حاجه هتخليها ايه ما تطلعش، لان ممكن تخاف من كتر خوفها من الذكر ايه ما تطلعش اصلا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا جماعه هنوريكم باذن الله كده ايه البحة التانية اللي رقدت ايه على البيض. خليكم معانا. وهذا يا جماعة البحة اللي خلصت ورقدت على البيض. بسم الله ما شاء الله، شايفين الريش اللي هي نتفة؟ بسم الله ما شاء الله مدفية البيض وتمام. من اكتر البحة يا جماعة اللي عض شرسة بطريقة فظيعة، مش هتخلي اي حد يقرب من النبتة. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد، خالص نهائي. تمام يا جماعة، ده فيديو كده كان ايه عن البح وعن البط، وازاي نوفروا له مكان ايه يرقد فيه كويس، عشان نطمن ان شاء الله باذن الله هيرقد، وباذن الله هطلع ايه نسبة تخصيب ان شاء الله فيه، ويطلع لنا انتاج، وان شاء الله نستفاد منه اذا كان للبيت او اذا كان للبيع او اذا كان مشروع صغير كده في البيت. وان شاء الله باذن الله كده ايه ربنا يكرمنا واياكم، ويرد كل واحد كده التعب بتاعه اللي هيتعب او المجهود اللي يعمله في الحاجة بتاعته ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله باذن الله تشتركوا في القناة وتفرحونا باشتراكاتكم والتعليقات الحلوة اللي هتبعتوها لنا واللايكات، وبإذن الله كده ايه تشرفنا ناس جديدة، والناس اللي تشرفتنا جديد على راسنا والله من فوق. وإن شاء الله الفيديو نال إعجابكم ونال رضاكم، ونكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.